هذا المشروع نظام أمني وتحكم بالسيارة. ربطنا على هاي السيارة طبعا حسب ما توفر عندنا. راح نشرح التحكم قبل ما نبدأ بالنظام الأمني. التحكم هو عن طريق الرسائل SMS من هذا الموبايل. نقدر نتحكم، نشغل السيارة ونطفيها ونقفلها ونفتح التقفيل. وكذلك نظام أمني نتصل بيها تفتح خط واحد. هي اكو كاميرا طبعا مخفية عم تشتغل عن طريق الرسائل، تبث مسافة 50 متر. احنا حاليا مطلعيهن الغراض على الدشبول هنا على مود سهولة التعرف عليهن وشرح. بعدين اكيد راح نصنعهن على شكل جهاز صغير وينضم داخل السيارة ويتغذى بباور مستمر. احنا راح نجرب الكودات واحد واحد. اولا كود التشغيل. يعني طبعا احنا استخدمنا هذا الجهاز اللي هو GPRS وجواه اردوينو اللي يحمل البرمجة، وهاي كرتات ريليات عادية تتحمل تيار منخفض تشتغل 5 فولت، وهذه ريليات اللي تتحمل تيار عالي على مود سلف السيارة وسويتشها تسحب تيار عالي. نبدأ بكود التشغيل عن طريق الرسالة النصية اللي حسب الاتفاق مع صاحب السيارة نسوي له هاي الكودات اللي تعجبه. طبعا شريحة موجودة بالسيارة راح ندز على هذا الرقم اللي هو رقم الشريحة نفسها. حاليا ارسلنا كود التشغيل. راح تعلق سويتش السيارة مثل ما جاي تشوفون وتشغل واحد. الآن نلاحظ اشتغلت السيارة. اكو كود للإطفاء، نقدر نطفي السيارة بهذا الكود. راح ادز كود الإطفاء حتى تنطفي السيارة. هسه دزيت كود الإطفاء. السيارة راح تنطفي وتطفي السويتش واحد. هي جيد، ونقدر نسوي اي تحكم بها. هاي الحالة الطبيعية. اما في حالة اذا السيارة لقيناها مسروقة او شي نقدر ندز كود للسيارة نفصل به كهربائية العقل بحيث بعد ما تشتغل. راح نشرح الحالتين بأمر واحد. ارسلنا هسه الكود اللي يفصل كهربائية العقل. الآن السيارة ما تشتغل بعد لا بالسويتش ولا برسالة. راح نجربها برسالة. جربنا التشغيل طبيعي، هسه راح نجرب رسالة تشغيل في حال عطل اكو. ندز كود التشغيل. الآن ارسلنا كود التشغيل. لاحظ فتحت سويتش ودفع الفيت بام. راح تحاول تشغيل. لاحظ ما اشتغلت اول مرة. راح تعيد المحاولة. عادت المحاولة مرة ثانية وراح تعيدها مرة ثالثة. خلال هالثلاث محاولات اذا ما اشتغلت راح تطفي سويتش واحد وتبعث رسالة على موبايل. احنا مشفرين الرقم هذا الموبايل. اذا تلاحظون راح تجي رسالة. هاي اجت رسالة نصية. شو تقول الرسالة؟ نقول the car needs maintenance please. طبعا هذا النص نقدر نغير بيه ونسويه باللغة العربية حسب الطلب. هسه راح نبعث رسالة. نفتح كهربائية العقل اللي كنا مطفيها حتى السيارة تشتغل. دزينا الكود اللي يفتح كهربائية العقل حتى يرجع السيارة طبيعية مثل ما كانت. طبعا هسه راح نجرب كود التقفيل. تقفيل الأبواب أو فتحها مرة واحدة راح نحاول بيه على مود الوقت نختصره. راح بس أقفلها. هسه دزيت الكود اللي يقفل السيارة. لاحظ هنا. لاحظ السيارة تقفلت بسلاسة وراح تنفتح بسلاسة. أيضا كودها كل الفتح. هسه الشغلة اللي بقت ما جربناها طبعا بعد فصل كهربائية العقل راح أعيد التشغيل. عملية تشغيل حتى تلاحظ السيارة راح تشتغل بسلاسة بعد رجاع الكهربائية للعقل. هسه راح تشتغل بصورة طبيعية مثل ما تلاحظون. الآن اكو شغلات إضافية احنا مسويها بعد ما راح أطفي السيارة نشرحها. في حال سرقة السيارة هاي الآن شفنا نظام الكنترول. هسه راح نحكي عن النظام الأمني. في حال سرقة السيارة نقدر ندز كود للسيارة مثل ما شفتوا نطفي كهربائية العقل بعد ما تشتغل لا بالسويتش.
هسه حاليا دز هذا كود التشغيل، راح تشتغل رجعت طبيعية مثل ما كانت. هسه راح اطفيها. الآن إذا مثلا طلعت لقيت السيارة ما موجودة، تقدر تدز كود يفصل كهربائيات العقل وتنطفي بأي مكان كانت، ووراها تقدر تتصل بالسيارة. شوف هسه راح نتصل 682، العفو، هذا الرقم اللي أنا حاطه بالسيارة. هسه هيك أوضح لكم، راح تفتح خط واحد هي بس يوصل الاتصال، أوتو أنسر سويناها. شوفوا تلاحظون العداد طلع، فتحت خط. هسه أنا أقدر أسمع اللي جاي يحجون بيها من أي مكان كنت أي مكان تقريبا بالعراق، لأنه اتصال برصيد. حتى الرسائل تقدر تتحكم بيها من أي مكان بالعراق، والسيارة بأي مكان. هذا الاتصال المباشر تقدر تسمع. وإذا صرت مسافة 50 متر عنها، يعني للاحتياط بعد ما تحدد موقعها لوجود مسلحين أو شي بها، للاحتياط تقدر تبث فيديو. يعني شوف شنو داخل هاي السيارة، مثل ما راح تشوفون هسه اكو كود، راح نروح لهناك لداخل البيت وندزلها رسالة تبث لنا فيديو لداخل البيت وايرلس. هسه بالحاسبة هذا أي برنامج لعرض الفيديو، أي برنامج، أي جهاز آيباد، أي شيء يعرض فيديو، يمكن ربط هذا الرسيفر عليه من بعد 50 متر. سيارة بعيدة طبعا عنا، هسه راح ندز كود حتى يبدي البث. هسه هذا الكود دزيته، هسه راح يبدي البث مباشر من السيارة، راح يشغل لي الكاميرا. لاحظ هذا بث مباشر يغطي مسافة 50 متر الاحتياط، يعني فد شيء أمني، عن حتى من تحدد موقعها بواسطة الاتصال وسماع صوت، لا حد يتعرض للأذية. تشوف منو بيها إلى أن تتأكد من السيارة ماكو شيء، الله تقدر تروح لها. نشكر كل من ساعدنا بهذا المشروع، وإلى اللقاء.